تساوي بوظة بقداش. يلا نجرب بوظة بقداش. هاي قطعة من تاريخ دمشق عمرها أكثر من 130 سنة، ما زالت بتنطلق بالمطارق الخشبية لليوم، جزء أساسي من زيارة أي سائح للشام. وبيقولوا إنه بعض السوريين المغتربين قبل ما يرجعوا على بيوتهم بيروحوا بزوروا بقداش عشان يتأكدوا إنهم بالشام. سنة 1895 قرر محمد حمدي بقداش إنه يأسس هذا المحل، وهاي البوظة بتعتمد على السحلب المستخرج من جذور نبات السحلب الطبيعي، والمستكة والحليب الطازج والفستق الحلبي ضروري. موقع المحل استراتيجي بجانب قلعة دمشق وبوسط سوق الحميدية. احتمال تكونوا أكلتوا القيمة من إيدين حميد لأنه دق مع الشباب. شوفوا ما أحلاها. يلا نجرب بوظة بقداش. طلبت بوظة متكتكة كانت مشكلة. شو طلبتها بالليمون والتوت والشوكولاتة. انتوا بس قولوا له مشكل. شلون السكر؟ وهون حميد رجع يعزف مع الشباب. وأنا طلبت بالقشطة العربية والفستق الحلبي وهي الأصل. كلهن أطيب من بعض بس هاي بتتفوق بجدارة. عندنا السائح الأردني ماجد، حبينا ناخذ رأيه. معظم الفنانين والمشاهير وحتى السياسيين زاروا هذا المحل. وهون رشيد مشوب مليون، خلينا نشوف شو رأيه. مرحبا رشيد، وين انت هسه؟ أنا محل بوظة بقداش. بوظة بقداش وين هاد؟ بربد؟ شو بربد بسوريا بسوق الحمدية. كيف البوظة عنده؟ مرتب شوفي. عادية ولا فيها اشي مميز؟ فيها شو مميز إنك هاي. ما تجي دوام جبتها نيجي هون. مشهورة جدا. شو بكتير؟ المحل عبارة عن خلية نحل من العاملين ما شاء الله. وخبرونا بالتعليقات إذا زرتوا بوظة بقداش أو لا، وشو رأيكم فيها بكل صراحة. هل البوظة مميزة بطعمها ولا الناس بتروح عشان تشوف طريقة التقديم؟ إلكو عندي مفاجآت كثيرة، تابعوني على صفحة الفيسبوك واشتراك على قناة اليوتيوب، وسلام.